احمد الفيشاوي. انا ملاحظه ان هو لما بيحب يصلي او يحج او يعمل اي، يعني يرضي يعني اي فرض من فروض ربنا، بتبقى قدام الكاميرات شو، يعني عشان الناس تشوفه وهو بيصلي وبيخش وبيروح يعمل عمره وبيروح يعمل حج. ده رياء يا فنان. اللي انت بتعمله ده مش بينك وبين ربنا. انت المفروض الحاجات دي تبقى بينك وبين ربنا. ايه لازمه الكاميرا؟ ايه لازمه الصلاه اون كاميرا؟ تبقى على الهوا كده لايف ليه؟ وبعدين ايه كم الوشوم دي؟ ايه كم الوشوم دي اللي انت راسمها في جتتك دي كلها؟ هو هل ده حلال؟ يعني ربنا يعني لعن اللي بيوشم جسمه ده. إيه ده؟ وايه الحلق ده؟ هو ده من المسلمين؟ يعني الحلق والوشم ده، هل دي تقاليد المسلمين؟ الحلق ده انت متشبه بالنساء. ولعن الله، انت عارف يعني ايه لعن الله؟ يعني مطرود من رحمة الله. ليه الحلق وانت بتصلي بالحلق؟ وبعدين انت برضو شفت لك فيديو برضو وانت في الكعبة، الله اعلم بتحج او بتعتمر، وعمال تقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان، وعامل لي فيها ان انت جاي من شرق اسيا وكانك اجنبي مش مصري، بتتكلم بطريقه كده كانك انت مش عارف تتكلم عربي. يعني غريب قوي، غريب قوي. والناس كلها اللي بتحج شايف كانك واحد كنت مش مسلم ودخلت الاسلام جديد. منظر واحد داخل الاسلام جديد. الناس دي ما نعتبش عليها، واشمة جسمها وكانوا في الكفر وكانوا في الضلال. وسبحان الله، يعني ربنا نور بصيرتهم وادخلهم الاسلام. فماشي، ماشي الحاجات دي عملوها قبل الاسلام، ماشي. لكن انت ايه ده بقى؟ انت لا انت مسلم، ولا انت كنت من المسلم، ولا انت يعني كنت لسه داخل الاسلام جديد، وانت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وليه بتصلي وبتحج قدام الكاميرا؟ ما تصلي وتحج مع نفسك. عارف يا احمد، انا هقول حاجه. لو بتقيم الصلاه فعلا وبتصلي فعلا لله وعشان ربنا يرضى عنك، والله العظيم الصلاه هتمنعك من انك تعمل كل الحاجات اللي انت بتعملها دي كلها. الصلاه هتكرهك في لبس الحلق. الصلاه هتكرهك في الوشوم اللي انت حاطط فيها جسمك دي. الصلاه هتكرهك في اي حاجه غلط انت بتعملها، سواء مثلا بتشرب مخدرات او انت مثلا بتاع ستات، وانت مثلا بتاع اي حاجة من الحاجات اللي بتغضب ربنا دي. الصلاة كفيلة ان هي تمنعك من كل ده. بس لو بتقيم الصلاة، لو بتصلي فعلا، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لو انت بتصلي بجد، بجد لله، وبتقيم الصلاة، هتمنعك من كل حاجة وحشة انت بتعملها. هتمنعك، هتكرهك في كل حاجة وحشة انت بتعملها، وهتبعد بينك وبين كل الذنوب. هتبعد بينك وبينها مسافات. فضل الصلاة، بفضل الصلاة. أسأل الله إنه يهديك ويصلح حالك وحال المسلمين ويفيق المسلمين، اللي حال المسلمين أغلب المسلمين بقى ما يسرش، آه، بقى صعب. ربنا يصلح حال المسلمين و... وحالك وحال الدنيا بحالها.